نروح حق الحالات الصعبة اللي بيكسر عنهم الحديث شوي. اي هذا دقيقة 60 في طالب نادي القادسية بلنتي، والحين بوريك اياه ان شاء الله بيوسف. نعم. اي نشوف هني نشرحها اذا كان هني بهالحالة هذه كان الاستحواذ، كان الكرة كانت بالاستحواذ اي لاعب بدل المطوع. الكرة الحين حاليا ايوه هني بس قبل يسقط لا يسقط هني الكرة الاستحواذ لبدل المطوع. عيدها شوي نرجع شوي حبتين نرجع حبتين بس. ايوه بعد شوي بس. ايوه بس الاستحواذ الكامل لصالح بدل المطوع. اي نعم هني استحواذ على الكرة. نشوف غازي القندي شلون جاي. القيدي يا كابتن. غازي القيدي المسي عليه مرة ثانية. غازي القيدي شلون جاي مندفع حق بدل المطوع. اي نعم. هني هذه ركلة جزاء واضحة لنادي القادسية لم يحتسبها الحكم لعدم، انا اعتقد تمركزه ما كان سليم. يوضح لو كان هو اعتقد ماخذ على اليسار، لو ماخذ على اليمين فكانت زاوية الرؤية تكون وايد واضحة، لان غازي القيدي كان بطريقة مندفعة كان للاعب بدل المطوع ويستحق ركلة جزاء. إذن بدون كرت أصفر. أول حالة ممكن يكون فيها لغط، وواضح أنه يعني كان ممكن حتى تغير في نتيجة المباراة بدري. نعم. ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لنادي القادسية. ركلة جزاء لبدل المطوع في تدخل غازي القهيدي. عدم توفق، أنا قاعد أقول عدم توفق بالقرار الصحيح. لأن أنا شفته كان واقف الحكم كان ماخذ الزاوية اليسرى. الزاوية اليسرى بالحالة هذه أنت تشوف يمكن تقريبا احتكاك طبيعي. لما تكون بالنص ماخذ يمين، لان اللعبه نفس هذه داخل خط ال 18 هي اهم. زين هني ما يصير في تواصل ما بينه وبين مساعد الحكم، لان اعتقد يشوفها بشكل واضح. اعتقد ما عطى الاعازه، ما عطى. نعم. اذا نروح حق الحاله اللي